السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناة وصفات من مطبخ هبة. وصفتنا لليوم صحية حلوة جدا، سريعة في التحضير والطعم رائع لأبعد درجة. وصفتنا لليوم حلى البسكويت. نبدأ مع بعض طريقة التحضير والمقادير ونقول بسم الله. لتحضير حلى البسكويت أنا بحاجة إلى بسكويت خالي من السكر. أنا استخدمت بسكويت دايجستيف خالي من السكر. فيه طبعا عبوتين كذا من داخل، أنا بستخدم عبوة واحدة. البسكويت كامل 350 جرام، أنا استخدمت واحد، يعني 175 جرام أخذت من البسكوت. بحطهم على محضرة الطعام، وطبعا بطحنهم ناعم إلى أن يصيروا بهذا الشكل. بفرغهم في بولة وبرجع أضيف عليهم الأشياء اللي راح نضيفها مع بعض الآن. بضيف عليهم أولا عبوتين من سكر ستيفيا، يعني ما يعادل ملعقتين صغيرة مليانة. بضيف كمان 3 ملاعق من الكاكاو، ملاعق كبيرة طبعا، ملعقة كبيرة. بخلط البسكوت مع الكاكاو، وبعد كذا بضيف لهم ربع كوب من الزبدة المذابة، تكون زبدة طبعا حيوانية حلوة. بضيف كمان رشة قليلة من الملح، وبعد كذا معايا نص كوب من الحليب، حليب عادي بدرجة حرارة الغرفة. ببدأ أضيف الحليب بالتدريج، وهذا شيء مهم إن إحنا نضيفه بالتدريج علشان ما ترطبش معانا العجينة كثير وتخرب علينا وما نقدر نعالجها. فأفضل شيء إن إحنا نضيف بالتدريج ونخلط إلى أن نتحصل على عجينة متماسكة بهذا الشكل. الآن تبقت عندي ملعقة كبيرة، أنا مش بحاجتها، بحطها على جنب لأني إذا ضفتها بتخرب معايا الوصفة. خلاص صار معايا العجين الآن بهذا الشكل جاهز. بجيب ورق زبدة وبحطه على الرخامة وبحط عليه العجينة اللي عملناها من البسكوت. وبعد كذا طبعا ببدأ أشكلها على شكل رول، بحاول قدر الإمكان أشكلها على شكل رول، وأغلقها بالجوانب علشان ما يدخلش لها هواء. وبحطها طبعا في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعة وربع إلى أن تتماسك، ونقدر نقطعها طبعا بالسكين من غير ما تتفتفت أو تخرب معانا. بعد ما حطيتها في الثلاجة لمدة ساعة، أنا حطيتها بصراحة ساعة فقط، وخرجتها لأني كنت مستعجلة عليها. كان في معايا ضيوف جايين لي وضروري أقدم منها كضيافة. بعد ما خرجتها قطعتها كذا بكل سهولة، بتتقطع معايا وطرية وحلوة جدا، وطعمها طلع لا يوصف. اللي يكل منها طبعا ما بيصدقش ان هي حلا صحي وما بيزيدش الوزن. بعد ما قطعتها معايا كذا شوكولاتة شيبس، وكمان شوكولاتة 85% كاكاو. خلطتهم مع بعض وذوبتهم مع ملعقة من الزبدة، حطيتهم في الميكروويف وذابوا بهذا الشكل. وبعد كذا باخذ البسكويت او الكيك اللي عملناه مع بعض، الكيك البارد، ببدأ أغمس الدوائر اللي عندي نص غمسة، يعني بخلي الشوكولاتة إلى النصف فقط، بحطها على جنب إلى أن أشكل طبعا الكمية كامل بهذا الشكل. ببدأ أزينهم من فوق بأي مكسرات أنتم تحبوها. أنا طبعا شكلتها بالفستق المجروش، وكمان شكلتها بالشوكولاتة سبرينجلز، وهذا كان شكلها النهائي. طبعا بعد ما خليتها في الثلاجة لمدة نص ساعة اتجمدت معايا الشوكولاتة، وصارت طبعا
طعم خيال لا يوصف، لذيذة جدا، هشة جدا، رطبة، ويعني نقدر نسميها جاتو، مش حلا. يعني تنفع جاتو إذا عرضناها شوية، تصير جاتو لذيذ وحلو جدا وسهل طبعا. في وقت قياسي نقدر نعمله وبيحل لنا أي أزمة. ضيوف جاءوا بسرعة، نفسنا في حلا سريع، بيوفي الغرض. أتمنى الوصفة لهنا تكون نالت إعجابكم، واللي ما اشترك في القناة أتمنى يشترك، واللي كمان نسى يعمل لايك فضلا وليس أمرا اعملوا لايك. وإلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.